طول ما العلامة بتاعت التيك توك دي ورايا، طول ما انت هتشوف قذارة كتير. احنا النهاردة بتاريخ 2022، اقول لك كام بالظبط. احنا دلوقتي يا سيدي 24/12/2022، ودي رسالة ببلغها لك. جايز تشوفها بعد كام سنة، سواء انت اللي هو انا يعني بعد كام سنة، او انت كمشاهد تشوفها بعد كام سنة. طيب احنا دلوقتي ايه اللي بيحصل لنا، او احنا موجودين فين في الدنيا دي؟ احنا حاليا في حرب ما بين روسيا واوكرانيا. الجنيه عايم في بحر الغدر. آه، اكبر يعني تضخم وصل للدولار او الجنيه، يعني بمعنى ادق، في البلد عندنا دلوقتي في السنة اللي انا بكلمك فيها دي. آه، انا لسه عايش في نفس الشقة بتاعتي الفاضية، ما فرشتش فيها اي حاجة لحد دلوقتي. عندي 29 سنة، او لسه هتم 29. انا النهارده 24/12، يوم 26/1 هتتم يا عم 29 سنة. فانت في ال 28 سنة لسه زي ما انت محلك سر. أم، المشاكل كترت اكتر بكتير من زمان. احنا لسه طالعين من كورونا، خلي بالك، بقالنا سنتين طالعين من الكورونا. سنة 2020 كان في كورونا. ناس كتيرة جدا ماتت في الكوكب ده، وناس كتيرة لسه الله أعلم هيحصل لها ايه تاني. آه، انت بتتعالج من الاكتئاب لحد النهاردة، بقالك كده داخل على 5 سنين لحد دلوقتي. الله أعلم وقت ما تشوف الفيديو ده تكون انت اتعالجت فعلا ولا لأ، حققت كل اللي انت نفسك فيه ولا لأ. بس انت حاليا متضايق أو مكتئب بسبب القرف اللي بتشوفه في الحياة. والقرف هنا مش إن الدنيا صعبة قد ما بقت الناس وحشة. ما بقاش في ناس حلوة كتير، أو ما بقاش في ناس أصلا كويس. بقى اي حد دلوقتي في الزمن اللي انت عايش فيه ده بيدور عليك كفرصة، كفلوس، كسبوبة. لكن محدش بقى عايز يعرفك عشان عايز يعرفك عادي، لا. وحتى كويس معاك بقى بيتحول لمش كويس معاك لو لقاك فرصة ان هو يطلع عليك في اي حتة تانية. آه العيشة بقت غالية جدا دلوقتي. الله اعلم برضو لما تشوف الفيديو ده هتكون فين، وهل الحياة تبقى اختلفت. متهيألي تبقى اغلى لما تشوف الفيديو ده. آه لسه ما اتجوزتش. انا ما اعرفش حتى انا بسجل الفيديو ده ليه، بس الناس بقت وحشه. الناس فعلا بقت وحشه. النفاق كتر جدا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. بقت الناس منافقه، ده عادي. بقى اي حد يقول لك ازيك يا اخويا، عامل ايه يا اخويا، وحشني يا اخويا، تسلم لي يا قلبي. بنت تقول لصاحبتها انت روحي انت عقلي. كله بقى فيك، مفيش حد حقيقي. ولحد دلوقتي انا بحاول اكون حقيقي، بس بتمنى كتير ان اكون مش حقيقي او بلاستيك عشان اقدر اتعايش مع العالم الموجودين دلوقتي. مع اني انا ممثل وعارف ان الموضوع ده مش سهل، انك تفضل تضحك على الناس وتضحك على نفسك 24 ساعة. الا لو انت بقى شخص مش كويس اصلا، فبالتالي هتحس ان الموضوع سهل بالنسبة لك. لكن بالنسبة لي ما حاولتش ابدا استغل التمثيل في ان انا اضحك على حد او اخدع حد. النصب بقى كتير جدا الفترة دي. آه، بالذات بقى النصب اللي ليه علاقة مثلا بالتجارات الإلكترونية، سواء فلوس إلكترونية والكلام ده. والله حتى والنصب بقى في الشارع كمان. النصب بقى في كل حتة. بقى أي حد بينصب عليك، بقى أي حد عايز يضحك عليك وياخد فلوس حرام. بقى الحرام كتير عادي. آه، الجيل اللي تحتيه دلوقتي مش شايف أي حاجة كويسة في حياته، مكتئب بس. وهو لسه ما عملش حاجة حتى، بس مكتئب لأن هو شايف الدنيا خراب، وحقه إذا كنا احنا مكتئبين. ف انت حاليا بتعمل محتوى كوميدي المفروض على تيك توك، بس تقريبا الكوميديا بطلت تروح يعني تيجي على وشك تاني، او تيجي في مخك، او تيجي في بالك، لانه الضغوطات بقت اكبر منك. الحياة بقت صعبة اكتر. من كتر ما المشاكل بتكتر، من كتر ما انا ما بقتش قادر اواكب الحياة، ما بقتش يعني. طبيعي انا بشر، لازم اسقط كل فترة والتانية. آم، متطلبات الحياة بتزيد. آه، مش هقولك ان انا مش بحمد ربنا، بالعكس. بس انا متضايق
مش عشان في حاجات ناقصاني قد ما انا متضايق علشان الناس بقت وحشة. والناس بقت وحشة دي يعني الحياة كلها وحشة، لانه انا واحد من الناس مثلا متضايق لاني مش عارف اخد فرصتي خالص. كنت في يوم من الايام حد كبير، وكان كل الكبار الموجودين دلوقتي دول زي ما بيقولوا يعني تلامذتي. بس حصل اللي حصل، وفي يوم وليلة بقت الناس دي هي اللي اشهر مني وبقت احسن مني، وانا مش بحقد عليهم، لا. انا بس كل الموضوع لاني ما بحبش اقعد احكي في المحكي بس. الموضوع فيه فلوس وفيه رشاوي وفيه حاجات كتيرة ليها علاقة بانه الناس دي تتشاف وتطلع للعلن، وناس تانية لأ. فطول ما العلامة بتاعت التيك توك دي ورايا، طول ما انت هتشوف قذارة كتير. العلامة دي من أكبر العلامات القذرة اللي موجودة في السوشيال ميديا، ويمكن السوشيال ميديا كلها قذرين. يعني أنا ما قابلتش حد عدل خالص في السوشيال ميديا. يعني قول من كل 100 ممكن تقابل واحد كويس. وليه؟ لأن هي دي ده زي ما بيقولوا كده الوسط بتاع المجال ده. والوسط بتاع المجال ده كله منافقين، كله بيضحك قصاد الكاميرا، كله عايز يبين لك قد ايه هو روش وجامد ولذيذ ومعاه فلوس ومعاه ممكن تلاقي نصهم معاهمش حاجه، بس هم لازم يوروك الحياه دي عشان يحسسوا نفسهم ويحسسوا التانيين ان هم كده صح. يشتروا لايكات، يشتروا فيوز، يشتروا ايا كان، المهم ان هم يعملوا لنفسهم منظر وشكل عام، شكل حلو، تورته من بره حلو بس من جوه محشيه خضار، حاجه تقرف يعني. وده مش انا، ده للاسف مش انا، ومش عارف اكون انا يعني. انا كان ممكن عادي ابقى من نفس شهرة الناس المشهورة دلوقتي، بس انا مش قادر اضحك على حد في المحتوى بتاعي، مش قادر انافق حد في المحتوى بتاعي، مش قادر اتاجر بالاكتئاب بتاعي، مش قادر اتاجر باي حاجة بيا، يعني فيا قصدي، في حياتي الشخصية اتاجر بيها. انا بقدم محتوى وخلاص. لكن المتاجرة وان انت تشتري شهرتك، وتشتري شهرتك دي اللي هي بقى قايمة على الفيوز والفولورز والكلام ده كله، وتدي حتى رشاوي وتدفع فلوس كتير عشان تبقى انت الاول متشاف. غير زمان كان ممكن تتشاف عادي يعني فير بجد، تقدر تعمل المحتوى بتاعك وساعتها الجمهور هو اللي هيحكم، وساعتها هتبقى انت لو حلو هتفضل حلو، لو وحش الجمهور برضه هو اللي هينزلك. فبالتالي الجمهور هو الحاجة الوحيدة اللي كانت بتبقى فير بالنسبة لنا كصناع محتوى، عشان نقدر نميز نفسينا عن بعض. بس دلوقتي لو تلاحظ انت حتى كمشاهد التيك توك ما بقاش زي الاول، بقى اسوأ، بقى في محتوى اقذر زي زمان. بقى حتى الناس المشاهير اللي انت بتشوفها مشاهير عادية جدا يعني. ماشي على عيني وراسي، خد لايكس وفولورز وكل حاجة، بس هل انت جامد بالدرجة دي فعلا يعني؟ هل انت جامد قوي كده عشان تبقى بالشهرة دي؟ ما لو انت جامد قوي كده كنت المفروض تبقى اشهر من كده بره التيك توك، صح؟ واحد يقول لي طب انت ليه ما عملتش ده؟ هقول له لان انا ما لحقتش اعمل ده. انا يمكن خدت فرصتي على التيك توك او على الابليكيشن القذر ده هو بس اول ما فتح اول سنة، وبعد كده بدأت بقى فكرة التحريص زي ما بيقولوا، بقى كل واحد بيحرص للتاني او مع التاني وخلاص. على كده لو تلاحظ انا الوحيد من صناع المحتوى اللي ما طلعتش مع حد عمري، ولا عمري اعتمدت على حد، بالعكس طول عمري ماشي بدماغي. بس قرفت من كتر ما القذارة كترت يعني. خلوا الموضوع يبقى فير شوية، خلوا الجمهور يحكم، خلوا الناس هي اللي تقول ده حلو وده وحش، مش انت اللي تقول. ومع ذلك انا مستني الفرصة، مش هكدب عليكم يعني. طالما هي ماشية كده، انا كمان مع اول فرصة هتجيلي ان يكون معايا فيه فلوس هدفع وهرشي زيكم وهبقى وحش زيكم. بس ليه؟ ليه تخلونا نعمل كده؟ ليه؟ لانه ده الطريق الوحيد. شوف انت لو زنقت فار في اي حتة خلاص، واللي هيقول لي في الكومنتات انت فار فعلا هطلع عين يعني. خلاص مش هرحب. بس انت لو زنقت فار في حته ما خرجتلوش اي مخرج، يعني اعتبر ان في فار محطوط على بطنك، تمام، وجبت انا جردل زنقت الفار ده على بطنك كده، خلاص بالجردل ده الفار ده هيعمل ايه؟ هيحفر في بطنك عشان يخرج. هو ما قداموش غير ان هو يحفر في بطنك، هو ما قداموش غير ان هو لازم هيقطعك عشان يخرج منك. فبالتالي انتوا اللي خليتوني اعمل كده. وانا بحاول على قد ما اقدر ما بقاش شخص سيء، بس ما اعرفش اقدر اتماسك لحد امتى. السوشيال ميديا فعلا صعبه، بتخليك شخص تاني خالص، لانه الموضوع بيصبح ان انت بتكتئب لانك ما بتلاقيش نفس الدعم النفسي اللي انت
متعود عليه. على فكرة احنا ما بناخدش جنيه من العلامة المنيلة دي. احنا بس كل اللي بنحتاجه ان احنا نتشاف عشان نقدر بعد كده ان احنا نشتغل بالشهرة دي. لكن غير كده طول ما انت مش متشاف كويس، طول ما انت مش هتتعرف اكتر، او طول ما انت مش هتشتغل احسن. فنصيحتي ليك في اخر الفيديو ده بقى، حب نفسك، وما تثقش في اي حد تعرفه في الاول خالص. خليك دايما محرص، بس هنا محرص ان انت تبقى محرص بجد، يعني مخلي بالك، مش التحريص التاني. لازم تفضل دايما محرص، ما تخونش اللي قصادك، بس تبقى دايما خايف منه وعامل حساب انه في يوم من الايام ممكن يغدر بيك فعلا. لان دلوقتي مفيش امان، واللي بيحبك بجد وعايز لك مصلحة بجد هم بس يا ابني اتنين في الدنيا دي، هم ابوك وامك. غير كده ولا حد عايز لك اي خير اساسا. فاللي يجي يقول لك انت اخويا، انت حبيبي، انت روحي، قول له انت عقلي، وانا ما باكلش بالكلام ده. انا اسمي استاذ فلان او استاذه فلانه، كلام الهمبكه ده ما يتاكلش معانا. وان انت تلاقي حد كويس في الدنيا دي هتلاقي، بس افضل معاه شويه لحد ما تديله الثقه اللي يحتاجها فعلا، اللي يستاهلها، لحد ما تحس ان هو فعلا عايزك عشانك، مش عشان انت مجرد جزامه هيطلع عليها ويكمل. بس هفضل اسجل الفيديوهات دي كل ما الاقي حاجه بتحصل جديده في حياتي، علشان اشوفها قدام. جايز قدام تبقى حياتي احسن شويه، يا ريت اشوفك قدام احسن شويه عن دلوقتي.